كنت بواجه مشكله كبيره، اعمل تصميم جامد جدا والعميل يجي يقول لي في الاخر مش عاجبني. جايب لك الحل اللي خلاني احول الكابوس ده لميزه بتدخلي شغل اكتر. في الاول كنت بحط شغفي كله في التصميم وابذل وقت ومجهود كبير، ومع ذلك العميل كان بيفضل يرفض التصميم ويطلب تعديلات كتيره جدا ما بتخلصش. كنت حاسس ان ده ظلم لان شغلي كان ممتاز، لكن المشكله ما كانتش في جوده التصميم، كانت المشكله في التواصل مع العميل. واللي عملته كان بسيط جدا، هما 3 حاجات بس. اول حاجه بقيت اطلب من العميل يجيب لي 3 مواقع عشان اقدر افهم منه ذوقه بوضوح جدا. رقم 2 استخدمت الالوان والشكل اللي يعبر عن شغله بشكل مباشر، وما تنسوش هسيب لكم رابط في الديسكريبشن يوضح لكم ويساعدكم في موضوع الالوان ده. رقم 3 عملت شويه تفاصيل بسيطه جدا خلت العميل ينبهر، زي ان انا ضفت شويه انيميشن على الزراير والصور، خليته يحس ان الويب سايت بقى في حته تانية. النتيجه شغل بقى اسرع، عميل راضي جدا، واللي حصل كان مفاجاه. العملاء بقوا بيسوقوا لي عن طريق كلامهم ويجيبوا لي شغل عن طريق اصحابهم. دلوقتي بقيت اعرف العميل عايز ايه وافهمه من قبل ما ابدا معاه الشغل، وده وفر وقتي ومجهود وخلاني اكسب عملاء اكتر. جرب الطريقه دي وهتشوف الفرق بنفسك. ولو عندك نفس المشكله وعايز نصايح اكتر اعمل لايك وشير للفيديو، متنساش تكتب لي كومنت عن النصيحه اللي انت عاوزها جايه، وتابعني وهنحل اي مشكله سوا.